صباح الخير او مساء الخير حسب الوقت اللي بتشوف الفيديو. ازيكم يا شباب؟ الاخبار؟ رب تكونوا بخير. معاكم احمد من قناه احمد اكس تي في. ان شاء الله النهارده جاي اتكلم معاكم عن حاجه كده يعني مهمه ممكن تفيد ناس كتير. قبل ما ابدا الفيديو بطلب بس من الناس اللي اول مره تشوفني تعمل اشتراك في القناه، تعمل لايك للفيديو. يلا بينا نبدا في حلقه النهارده. مبدئيا حلقه النهارده عن ازاي لو عندك لابتوب قديم ازاي بحاجات بسيطه هتشتريها هتسرع من اداء اللابتوب. طبعا في ناس ممكن تقول لك نزل برامج هتسرع لك الاداء. يا جماعة مفيش حاجة اسمها برنامج يسرع لك الأداء بتاع اللابتوب. البرنامج ده ممكن يكون بيوقف البرامج اللي مفتوحة في الخلفية مش أكتر. يعني أكيد أنت لو عندك لابتوب مثلا قديم ما تحاولش إن أنت تنزل عليه نسخة غير اللي هي نسخة ويندوز 7. تمام، يعني مش هيشيل ويندوز 10. يعني أنت مثلا بتتكلم على موديلات قديمة، لابتوب مثلا تستخدمه في شغلك اوفيس او وورد او كلام من ده، ف ويندوز 7 ده انسب حل ليه. طيب ايه الحاجه التانية؟ الحاجه التانية ان انت تحاول ان انت ما تنزلش عليه غير البرامج اللي انت هتستخدمها مش اكتر. يعني ما تحطش على اللابتوب برامج انت مش محتاجها. ليه؟ لان ده هيتقل من الاداء بتاع اللابتوب. طيب ايه الحاجات بقى اللي انا جاي اتكلم عنها النهارده، او ايه الحاجات اللي هتسرع لك الويندوز بتاعك او هتسرع لك من اداء الجهاز بتاعك بنسبة 1000%؟ وانا مش بقول اي كلام لما بقول بنسبة 1000%. طيب الجهاز اللي معايا من نوع سامسونج، يعني من النظرة الأولى اللي أنت هتشوفها اللي هو لابتوب قديم. تمام، حاجة كده أنتيكة. طيب الجهاز ده تمام شغال معايا كويس، لكن المفاجأة النهاردة ان انا حاطط على الجهاز ده او منزل على الجهاز ده نسخة 10. طيب ازاي؟ ومش حاجة لايت، لا نسخة 10 برو. فحاجة تقيلة، يعني حاجة ويندوز مش خفيف، حاجة ويندوز تقيل. فاللابتوب ده ازاي شال الويندوز؟ اولا بحاجتين. يعني انت ما يكونش مثلا عندك الرام 2 او 4 وهتحتاج او عاوز تنزل نسخة 10، اكيد اللابتوب مش هيشيل النسخة 10 برامات 2 او رامات 4. طيب اول حاجة لازم تستبدل الرامات اللي عندك برامات اقل حاجة 8 جيجا او 6 جيجا. يعني دول رامات كان في رامتين كل رامة 2، يعني بيديني اداء 4 جيجا رام. فطبعا انا غيرت الرامات برام 4. طيب ال... هيشيل معايا ايه؟ او الرام اللي اجيبها هيكون نوعها ايه؟ اللابتوب اللي انا وريته لكم اللي هو اللابتوب ده ما بيشيلش غير رامات من نوع دي دي ار 3. يعني لو جربت تحط له دي دي ار 3 ال مش هيشيلها. طيب دي دي ار 3 4 او دي دي ار 4 برضو مش هيشيلها. هو محتاج دي دي ار 3 بس. تمام، لان البوردة اللي فيه جيل اول، فاللي هو مش هيشيل غير الدي دي ار 3. طيب الحاجة التانية ان انت لو عندك الهارد ده في اللابتوب بيبقى اللابتوب كويس جدا ان هو بيفتح مش اكتر. تمام، لان الهارد ده خلاص يعني راحت عليه. يعني انت لو عندك كده ارميه. تمام، لان الهاردات دي خلاص كده شكرا. طيب استبدل الهارد اللي عندي ايه؟ يعني الهارد ده ممكن يكون كتخزين مش اكتر. تمام، الهارد ده مساحة 320 جيجا ممكن استخدمه كتخزين. طيب الهارد اللي انا استخدمه كتنزيل نسخة ايه؟ لو انت جهازك هيشيل M2 هارد من نوع M2 تمام. لو جهازك مش هيشيل M2 ممكن تستخدم ال SSD. طيب ايه الفرق بين الهارد العادي وال SSD؟ الهارد العادي بيكون شغال على تروس، يعني حاجة تقيلة كده اللي هو لسه هيحمل وهيبدأ مش عارف ايه، فالجهاز او الأداء بتاع الجهاز بيكون حاجة بطيئة جدا. طيب الهارد ال SSD، الهارد ال SSD فكرته هي الفلاشة. يعني بوردة كده، طبعا الفلاشة بيكون فيها بوردة من جوه هي اللي بتشغلها. الهارد ال SSD الفكرة بتاعته هي الفلاشة، بوردة متركبة على مكان الهارد وبتحط الهارد في مكانه وخلاص. طيب ما فيهوش تروس، مش محتاج يحمل حاجة، تروس مش هتشتغل، فبالتالي الأداء أو التسارع بتاعه في الأداء بيكون كويس جدا. طيب ان انا اشتري الهارد اس اس دي ممكن استخدمه كتخزين مثلا، هقول لك تمام لو مساحته كبيره استخدمه كتخزين. لكن ان انت لو
يعني الاسعار طبعا غاليه جدا، يعني ده بيتكلم في المساحه 128 جيجا بتتكلم في 800 جنيه دلوقتي. تمام. فالهارد الاس اس دي احنا بنستخدمه كتنزيل نسخه، بس ان انا انزل عليه النسخه بس مش اكتر. تمام. الهارد الخارجي او هارد التخزين بشيل مكان السيد روم هنا وبركب، يعني بستغنى عن السيد روم خالص، هو بركب الهارد الخارجي او الهارد اللي من نوع الاتش دي دي بركبه هنا مكان السيد روم. طيب هتسرع جهازك او عايز اداء جهازك يكون كويس جدا معاك، الحاجتين دول او الثلاث حاجات. تمام. ما تنزلش برامج غير اللي انت محتاجها. استبدل الرامات بتاعتك برامات اعلى. تمام. لو انت مثلا عندك رامات 6 او رامات 8 والاداء مش عاجبك، يبقى الهارد مفيش غير الهارد غير الهارد هتلاقي معاك الدنيا حلوة. طيب الرامات، البرامج، نزل نسخة. يعني انت لو جبت مثلا الاس اس دي والرامات وكده، نزل النسخة اللي انت عاوزها، يعني معاك لحد 11. بس دي كانت حلقة النهاردة. طبعا اللي عنده أي استفسار عن الأسعار أو كده يكتب لي في تعليقات وهرد عليه، وأشوفكم على خير إن شاء الله.